يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده الكبده المشويه على الجريل. احنا عملنا مع بعض الكبده الاسكندراني، والنهارده هنعمل الكبده الشرايح بطريقه سهله ومش هتاخد وقت منك خالص، يعني في ثواني هتكوني محضره اطعم والذ كبده مشويه. تعالوا كده مع بعض نقول المكونات عباره عن ايه. معانا كبده شرايح متشال منها الغلاف، وميه بصل وثوم وزيت وليمون ومجموعه بهارات، عباره عن حبهان بودر، جوز الطيب بودر، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، وبهارات اللحمه. تمام كده. يلا نبتدي كده ونقول بسم الله. هنبتدي نجيب بولة فاضية وننزل فيها بمية البصل اللي معانا. مية البصل دي عبارة عن تجيبي بصلتين حلوين كده كبار، وتبتدي تضربهم في الكبة حلوة قوي مع شوية ملح صغيرين، وصفيهم بالمصفى. هتبتدي تنزل كمية المية اللي موجودة فيها. تمام. وبعد كده هنبتدي ننزل بشوية الزيت، حوالي 3-4 معالق كبار، وليمونتين كبار حلوين كده، و3-4 فصوص توم مفرومين. ويلا بينا ننزل بشوية البهارات بتاعتنا. هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان نبقى عارفينها مع بعض. ويلا بينا نقلب حلو جدا. في الوقت ده لو انت حاسه ان انت عايزه تدوقيها عادي، مفيش مشكله خالص. حاسه ان انت مثلا ممكن تكون ناقصه ملح، ناقصه حاجه معينه، تدوقي عادي مفيش مشكله. تمام. ونبتدي ننزل بالكبده الشرايح بتاعتنا. كبده الشرايح لازم نجيبها اول حاجه، نبتدي نشيل الغلاف بتاعها عشان ما تكشش على النار. تبقى فيها غلاف كده شفاف، شيليها. حتى لو شرايح ابتدي شيليها واحده واحده. تمام. لانها مجرد ما بتشم النار بتحس ان هي بتكش قوي، فحاولي شيليها على قد ما تقدري. نحط الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده، ونحاول نخلي قطع الكبده اللي معانا كلها متغلغله والتتبيله بتاعتنا. تمام كده. ويلا بينا نغطيها ونسيبها من بالليل للصبح. اي لحوم لما بتتبل حلو كده وتسيبيها بتبقى طعمها تحفه. اي لحوم، اسماك، فراخ، اي حاجه تخطر على بالك، تبليها حلو وسيبيها. بعد ما تبلناها هنبتدي نجيب جريل معانا. ما عندناش هنبتدي نجيب طاسه مش بتلزق، ونبتدي نحط فيها شويه زيت ونوزعها كده زي ما احنا شايفين. ودي الكبده معانا بعد ما طلعناها من التلاجة واتبلت حلو جدا واخدت حقها حلو قوي في التتبيله. هنبتدي نسيبها على جنب ونشوف الجريل معانا بدأ يسخن ولا لا. احنا عايزين اول صدمه كده تبقى مظبوطه زي ما احنا شايفينها كده. بنطلع من البوله على طول على الجريل، بس نحاول نصفيها شويه من الميه، ونبتدي نوزعها بالشكل ده. هتبتدي واحنا بنسويها هتبتدي تطلع زي سوائل كده من على الوش. هتبتدي تشوفوها دلوقتي لون وردي كده، انتوا هتشوفوه. شايفينها من على الوش بقت عامله ازاي؟ بتبتدي واحده واحده كده تطلع السوائل اللي فيها من على الوش. في الوقت ده هبتدي ان انا اقلبها على الوش التاني. ما بتاخدش وقت خالص على النار، يدوب مجرد ما بتشم النار او بتتشمع ببتدي اقلبها على طول. مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده. تمام. بعد ما اخدت تشويحه حلوه قوي من الجنبين هتبقى معانا بالشكل ده. النار معانا مش عايزينها تكون عاليه ولا عايزينها تكون واطيه قوي، يعني يدوب وسط حلو قوي. مش عايزينها تاخد لون وهي تبقى من جواها لسه نيه. خلي شغلك دايما في اللحوم على الوسط. تمام. وتكون معانا بالشكل ده. يلا بينا نحط تاني دور. ما بتاخدش وقت خالص، يا دوب ثواني. وما تستعجليش وتقلبي على طول. اول ما تطلع السوائل اللي على الوش او العصاره اللي فيها من على الوش كده نبتدي نقلبها على الوش التاني. شايفين اللي هو اللون الوردي اللي انا بقول لكم عليه ده؟ نبتدي نحط شريحه كمان. تعالوا نقلبها بقى بالشكل ده.
على الوش التاني مجرد ما بقلبها هي مش بتاخد سوا اكتر من الاولاني. تكون معانا بالشكل ده. يعني هي وجودها على النار كله ما بيكملش دقايق. يعني نقدر نقول دي من الاكلات الصيفي اللي مش هتخليكي تقفي كتير في المطبخ من كتر ما هي سهله وسريعه. تقدري عايزه تاخديها على البحر رحلات، مثلا غدا سريع، مستعجله جايه مثلا من مشوار وعايزه غدا سريع، دي هتنقذك حلو جدا وهتطلع بطريقه تحفه. وما تستعجليش وتطلعيها نيه، او تقولي ده هي واخده لون حلو قوي فيلا بينا نطلعها، لا. ممكن تقدري تطلعي شريحه كده وتختبريها وتشوفيها، تقطعيها بالسكينه كده وتشوفيها استوت خلاص كملي، وابتدي طلعي بقى كله. ما استوتش سيبيها على النار تكمل سواها. تمام. مش حابه تدوقيها وهي لسه كده، زي ما بقولك حطيها على الجريل. اول ما بتطلع العصاره فوق من على الوش باللون الوردي ده سيبيها دقيقتين كمان، وبعد كده ابتدي قلبيها هتبقى معاكي تحفه. نبتدي، خلصنا كميه كلها، نبتدي نوزعهم على حرف الجريل زي ما احنا شايفين كده. وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. دي الكميه اللي احنا شويناها مع بعض. نبتدي نرصها بالشكل ده زي ما احنا شايفين لحد ما نخلص الكميه كلها. تمام كده. ونبتدي ننزل بألمونيوم فويل حته صغيره كده ونحط فيها فحمه. وبعدها على طول نبتدي ننزل بشويه زيت، ويلا بينا نغطيها بسرعه عشان الدخانه ديت هي دي اللي هتخلي طعمها تحفه. بتبقى معانا بالشكل ده. وتاكلي بألف هنا أطعم سندوتش كبدة مشوية مش هتلاقيه غير في المطاعم. في ناس بتحب الكبدة مع المكرونة وفي ناس بتحبها بالعيش. بالعيش بتبقى تحفة، يا عيش فينو يا عيش بلدي عادي. أنا ابتدي دلوقتي أجيب قطعة عيش بلدي عادية خالص ونبتدي نرص فيها كام شريحة كبدة. حابة تحطي عليها طحينة، حابة تحطي عليها رشة خضرة، انتي وراحتك، الأكل أذواق. والحلو في الطريقة دي لا هتلاقي فيها ريحة زفارة أو أي ريحة مش مرغوب فيها، يعني ريحة شوي كده رهيبة. يعني واثقة لو جربتوها هتعتمدوها وتبقى دي الوصفة الأساسية بتاعتكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.